ناس كتير بتسأل النحت رباعي الأبعاد أو ال 4D لايبوسكالبتشر، هل ده اسم جه من فراغ ولا هو فعلا التسمية دي فيك ولا الاسم ده حقيقي؟ طيب خلينا نتكلم. لو في أي جزء عندنا أو أي محيط بيبقى ليه 3 أبعاد، الطول والعرض والارتفاع، بالظبط زي جسمنا. البعد الرابع هو بعد انعكاس الضوء على العضله. احنا لما بنيجي ننحت عضلات البطن علشان نبين الريكتس ماسلز او السكس باكس، احنا بنعمل ايه؟ احنا بننحت الدهون اللي فوق العضله، بنبين الطول والعرض والارتفاع للعضله، وفي نفس الوقت بيبقى فيه تنيات او تعرجات معينه ما بين عضلات البطن وبعضها، هي دي لما بيتسلط عليها الضوء بيبين الانعكاس او الشكل الجمالي للعضله. علشان كده التسميه فعلا لما بنقول النحت رباعي الابعاد، التسميه دي ما جاتش من فراغ، لان احنا بنيجي ننحت العضله بيبقى ليها طول وعرض وارتفاع، وبنبين البعد الرابع اللي هو انعكاس الضوء على العضله. علشان كده في معظم العمليات اللي هتشوفوها هتلاقوا دايما ان احنا بنصور بزيت او حاجه تبين الضوء، لان الضوء لما بيجي ينعكس على العضله بيبين اللاينز اند شادوز او بيبين الخطوط الجماليه للعضلات، سواء في البطن او سواء في عضلات الصدر او عضلات الظهر او اي منطقه حابين ان احنا ننحتها ونبين الشكل الجمالي ليها. لو عندكم اي استفسارات عن عمليات نحت الجسم تابعونا، ابعتوا لنا رسائل على الصفحه واحنا هنرد عليكم.